ما شاء الله مجهود كبير، يعني الله يعطيكم العافيه، التنظيم كل شيء ممتاز. تجمع رائع صراحه مشجعين ريال مدريد، يعني وفخورين فيكم صراحه. يعني مميز جدا تنسيق الالوان والنسر المستخدم ورهيب صراحه، وطبعا مستوحى من الوان ريال مدريد اكيد. معنا العضو الذهبي في رابطه بلانكوس KSA ماجد العقيل. اول شيء اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك وشرفتنا ونورتنا. الله يخليك، تسلم، النور نورك حبيبي، الله يخليك تسلم. ماجد، حاب اسالك اولا ايش رايك في اللوجو الجديد لرابطه ريال مدريد مقارنه باللوجو السابق؟ لا ما شاء الله فيه تطور كبير الحمد لله، واللوجو شكله احلى بكثير ما شاء الله، وباين ما شاء الله انه الشباب بدوا يكتسبوا المهارات ويكتسبوا كل حاجه يطلعوها في اللوجو. ايش اللي لفت انتباهك اكثر باللوجو؟ والله مع اللوجو السابق اللون، طبعا اللون البنفسجي الان يمثل طبعا اللون الملكي الان، فهذا اللون البنفسجي حتى يعني الحكومه الرشيده غيروا الالوان الحمراء عندهم الى اللون البنفسجي، فهذا يدينا شعور اكثر انه الموضوع ملكي اكثر صار مع الرؤيه. مع الرؤيه نعم صحيح. الله يخليك. طيب ماجد، بحكم انك انت كعضو ذهبي في الرابطه ومعانا في اجواء التجمعات دائما، وطبعا اليوم ذكرى تاسيس رابطه بلانكوس السابعه، فحاب اسمع انا رايك في اجواء التجمع بشكل عام، رايك في الذكرى السابعه والنقله النوعيه اللي صارت في الرابطه خلال السنوات. طبعا انا احب اول شيء اشكر طبعا الرابطه والقائمين عليها، اللي الشباب اللي ما قصروا دائما ممتعيننا بالتجمعات الحلوه هذه، موفرين لنا كل الاجواء اللي نحتاجها احنا. طبعا الحكومه ما قصرت وبرضه صارت تجيب لنا كل التجمعات اللي نبغاها، المباريات السوبر الاسباني والايطالي، فصار كل شيء عندنا الان. وطبعا هذا ما كان حيتم الا اذا كانت نفس نوعيات الرابطه، لان الشباب اللي موجودين في الرابطه جهودهم واضحه وباينه، بيسهلون لنا كل الحضور وكل التجمعات اللي تخلينا نجتمع مع بعض ونشوف الملكي ونشجعه. يعطيك الف عافيه وشكرا لك. شكرا يا محمد، تسلم يا ابو سلطان، الله يخليك، تسلم حبيبي، شكرا حبيبي، الله يخليك. طبعا معنا واحد من اجمل صناع المحتوى الكروي، المحنك رحيم. اهلا وسهلا فيك ونورتنا وشرفتنا. يا اهلا ومرحبا، سعيد جدا صراحه اني اكون متواجد هنا مع رابطه ريال مدريد الرسميه في السعوديه، اللي بصراحه يعني في كل مره نحضر يثبتوا لنا ان في كل مره في تطور واختلاف عن المره السابقه. رحيم، حاب اسالك ايش رايك في شعار بلانكوس KSA مقارنه ما بين الهويه الحاليه والهويه السابقه؟ احنا اليوم لما نقارن بين الهويه السابقه والهويه الحاليه، شوف هذه كل الانديه صارت تسوي كذا، يعني حتى الرابطات لابد من تغيير الشعار عشان تواكب الزمن اللي احنا فيه حاليا في 2025. لما نشوف الالوان تحديدا بصراحه شيء بسيط ورهيب، وهو اهم شيء ان انت لما تطالع في الشعار ايش اللي يدل عليه. هويه ريال مدريد ما زالت موجوده، وهذا اهم شيء. الالوان شيء عظيم. انا لفتتني العباره هذه بصراحه، للملك يجينا من كل مدينه، يعني انا اشجع باموس بلانكوس، بس هذه انا اشجع الاهلي، فما شاء الله نفسه اهلي ملكي وملكي بصراحه شيء عظيم جدا. طيب سؤال اخير رحيم، ايش رايك في اجواء التجمعات بحكم انت دائما او في الاغلب دائما بتكون موجود معنا، فحاب اسمع انا رايك في التجمعات، اذا عندك في اي تعليق حاب تضيفه على اجواء التجمعات بشكل عام، خصوصا وجود مشجعين ريال مدريد. بصراحه هي تعيشك اجواء، يعني ما ودنا نبالغ ونقول انك كانك في سانتياغو برنابيو، لا اوفر كذا شوي، واضح اني قاعد اكذب. لكن لما نتكلم هنا على الاقل في المملكه العربيه السعوديه، لما نتكلم عن نادي ريال مدريد اعظم نادي كره قدم في التاريخ، لابد في كل منطقه في العالم مكان يجمع هؤلاء المشجعين في كل مكان، وجماهير ريال مدريد في كل مكان اكيد انك راح تلقاهم. فانا بصراحه اشكركم بصراحه، لان في العاده لما تروح مكان دائما تشوفه مختلط، ودك دائما تعيش الاجواء مع المدريديه، تعيش الفرح معهم، واذا خسرنا عاد مو مشكله، الكل زعلان، يعني ما في احد ممكن يطقطق عليك وما الى ذلك. فبصراحه خطوه مثاليه جدا. اليوم نتكلم عن 7 سنوات تقريبا، شيء عظيم جدا بصراحه. رابطه ريال مدريد قاعد تبهرنا، من حتى حضور للسوبر السعودي اللي قاعد يصير حاليا في المملكه العربيه السعوديه. فلورنتينو بيريز اشاد بهذا الرابطه كذلك، باذن الله يعني احنا كلنا داعمين، واي شيء يدعم ريال مدريد احنا وراه دائما. وهلا مدريد دائما اين دماس. حبيبي يعطيك الف عافيه.
ومعنا العضو المميز والعاشق لريال مدريد والعاشق لرابطة بلانكوس، ويمكن أكثر من المشرفين نفسهم بيكون دائما حضور معنا بالتجمعات. أهلا وسهلا أستاذي العزيز والناقد والمحلل محمد زين الدين، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا بك، شكرا على المقدمة الحلوة اللي منك حبيبي. محمد، خليني أسألك بحكم أنك أنت معنا بالتجمعات دائما أولا، وعشت الهوية السابقة للرابطة والهوية الحالية، إيش رأيك بهوية ريال مدريد الحالية وشعار بلانكوس؟ والله يعني ملاحظ، أنا كنت طلعت قبل 3 سنوات بهذه المناسبة، كانت الذكرى الرابعة، والآن إحنا بنعيش الذكرى السابعة. في خلال 3 أو 4 سنين هذه يعني لاحظت أن في تقدم كبير ومميز في رابطة ريال مدريد بالمملكة العربية السعودية، من حيث عدد الأعضاء ومن حيث التنظيم ومن حيث الشغب لهذا الشعار، شعار ريال مدريد اللي هو كل مدريدستا بيعشقوه وبيحبوه. حبيبي، كلمة أخيرة بالنسبة لأجواء التجمعات بحكم أن أنت دائما معنا، أجواء التجمعات وكلمة لرابطة ريال مدريد بمناسبة الذكرى السابعة لتأسيس الرابطة. أول حاجة بنحب إحنا يعني نحيي الحضور معنا اليوم المميز، خصوصا في بداية الموسم 25-26. إن شاء الله بنتوقع الفريق الملكي بالمدرب الجديد، وفي كمان تقريبا 4 أو 5 لاعبين بدهم محتاجين وقت عبال ما يعني يندمجوا بالفريق، وإن شاء الله بنتوقع كل البطولات لريال مدريد وكل التوفيق لهذه الرابطة، ويستاهل جمهور ريال مدريد أن يكون في له رابطة في المملكة العربية السعودية. شكرا لك ويعطيك ألف عافية وشرفتنا ونورتنا حبيبي. شكرا. ومعنا الإعلامي الرياضي معن قويعي، أهلا وسهلا معنا وشرفتنا ونورتنا. يا أهلا وسهلا أبو سلطان، الله يعطيكم العافية وموفقين دائما ودائما تبهرونا في كل تجمع. معن حاب أسألك أبو منصور، أولا بحكم أنه حاليا رابطة ريال مدريد أنشأت هذا الشعار الجديد بالعنوان الجديد لرابطة بلانكوس، فحاب أسألك إيش رأيك بالشعار ما بين الهوية القديمة والهوية الحديثة؟ لا، جميل جدا تغيير الهوية والشعار الجديد، جميل جدا. طبعا عشنا أيام جميلة وتجارب لا تنسى بالشعار القديم، بإذن الله تعالى مع هذا الشعار الجديد نعيش برضو أيام جميلة وبتحقيق مزيد من البطولات. يعني أنا مدريدي وما حد يعني ما أخفى على أحد هذا الشيء. نادي ملكي، نادي كبير، أكبر أندية العالم، أكبر أندية إسبانيا، أكبر أندية أوروبا. بإذن الله تعالى هذا الموسم يكون موسم مليء بالبطولات والفرح والإنجاز إن شاء الله يا رب. أبو منصور، سؤال أخير، بحكم أنت دائما معنا في التجمعات، حاب أسألك إيش رأيك بالتجمعات بشكل عام وأجواءها، بالإضافة كيف شفت الرابطة من بدايتها بحكم أن أنت معنا كمان من البداية، وبعد مرور 7 سنوات كيف شفت تطور في الرابطة طبعا على مستوى التجمعات السوبر، رأيك في تطور الرابطة بشكل عام؟ شوف الأمانة أبو سلطان، أنا عشت معكم تجارب كثيرة من بداية الرابطة إلى ما وصلتوا عليه الآن من نجاح، اللهم لك الحمد، ومن الاعتماد الرسمي ومن التجمعات اللي صارت ومن النهائيات اللي حضرناها مع بعض. تطور كبير جدا جدا جدا، يعني هذا التطور ما راح يكون لولا توفيق الله، ثم وجود مثل الشباب اللي أنتم والشباب الموجودين في خلف الكواليس اللي يعملون بكل جد واجتهاد العشق لهذا الكيان. طبعا البعض يتوقع أنه هذول الشباب يأخذون يعني مقابل مادي، للأمانة كلهم يشتغلون فقط حبا لهذا الشعار وحبا لريال مدريد. أيضا أحب أشكر رئيس الرابطة الأستاذ سامر، كنا نتمنى يكون موجود هو اليوم لكن الظروف هو في جدة. أشكركم أنتم من بداية أول يوم تجمع إلى الآن، كل الشكر لكم والله يعطيكم العافية، والله يعينكم علينا الموسم هذا، تحملونا. يعطيك ألف عافية وشكرا لك حبيب أبو منصور. شكرا لك أستاذ معن قويعي. والله شعور أول شيء يعني الواحد يعني سعيد جدا بتواجده اليوم في مشاركة رابطة بلانكوس KSA، واليوم كمان ندشن شعار الرابطة الجديد، وحقيقة المزيد من النجاحات إن شاء الله بإذن الله تعالى، واللي يعكس حب وشغف جمهور مدريدستا وارتباطهم الوثيق بريال مدريد. هلا مدريد. هلا وسهلا يا حبيبي، صراحة مبسوط والله. أنا دائما أسمع عنكم مرة كثير،
واول مره اجي، ما شاء الله تبارك الله، وما هي اول مره ولا اخر مره ان شاء الله. صراحه الشعار الجديد مره عجبني، بالذات في حرف الف حرفي. الله يسعدكم يا رب، والله العظيم يعني 7 سنوات ترى تاريخ وعمر، والله يوفقكم وان شاء الله انها اعمار مديده باذن الله. اول شيء اقول لكم كل عام وانتم بخير، 7 سنين من النجاح والتطور، باذن الله القادم اجمل واجمل مع مدريد، باذن الله السنه هذه سنه خير لريال مدريد، هو زعلنا العام بس السنه هذه انا متفائل، انا متفائل بشكل غير طبيعي، باذن الله البطولات باذن الله تقول هلا مدريد. 7 سنوات من التحديات، 7 سنوات من الشغف، 7 سنوات من العطاء، 7 سنوات من الانتماء، ان شاء الله للمزيد من التقدم والازدهار. هلا بلانكوس، هلا مدريد.